أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: وكيل وسام أبو علي يعلنها. كولومبوس الأمريكي يستعد الآن لحسم شراء وسام من النادي الأهلي. أكد وكيل أعمال وسام أبو علي على أن كولومبوس الأمريكي من المنتظر أنه يعدل من عرضه المالي للنادي الأهلي من أجل حسم شراء اللاعب بشكل نهائي خلال الساعات القادمة، وأن النادي الأمريكي حتى الآن باب الكود عنده في أمريكا لم يبدأ، فبالتالي هو عنده لسه الكثير من الوقت والمساحة أنه لسه يتفاوض مع النادي الأهلي حول الأمور المالية. خبرنا الثاني: النادي الأهلي يعلنها. اقتربنا من بيع وسام مقابل 8 مليون دولار. أكد النادي الأهلي على أنه آخر عرض شفهي وصل من النادي الأمريكي كان 7.5 مليون دولار، والنادي الأهلي ينتظر أنه يتم رفع العرض إلى 8 مليون دولار، زائد بقى هيكون في مكافآت بونص و15% نسبة من إعادة البيع المستقبلي. خبرنا الثالث: النادي الأهلي ردا على إمكانية ضم أحمد فتوح بعد فسخ عقده مع الزمالك. فتوح لن يأتي إلينا. أكد النادي الأهلي على أن فتوح، لو فاكرين من كام سنة لما كان عقده هينتهي مع الزمالك والأهلي كان عايزه، وأتاه اللاعب عملي قبل بقى الحادثة بتاعته بالعربية وكده، راح جدد مع الزمالك. فخلاص النادي الأهلي قال وقتها كده بالظبط خلي الزمالك ينفعه. بعد كده سبحان الله أحمد فتوح بعد التجديد للزمالك ما شافش ولا يوم حلو في كرة القدم، مشاكل بقى وقضايا وحوادث واستبعادات. فبالتالي أحمد فتوح خرج من حسابات الأهلي من اللحظة دي، من لحظة رفض التوقيع للأهلي والتجديد مع الزمالك. لو كان وقتها بقى وافق إنه يجي الأهلي كان زمانه بقى الباك ليفت الأساسي للأهلي والمنتخب، وكان زمانه لعب كاس عالم أندية، وكان زمانه بقى في حتة تانية خالص. خبرنا الرابع: الأهلي ردا على ضم يحيى زكريا الظهير الأيسر لغزل المحلة. كلام غير صحيح. رد الأهلي على كل ما يقال بشأن التعاقد مع يحيى زكريا الظهير الأيسر لغزل المحلة. أكد الأهلي على أنه بعد ضم محمد شكري حاليا لا توجد أي نية لضم أي صفقة جديدة. خبرنا الخامس: بيراميدز تتدخل لخطف عمر فايد من الأهلي حال فسخ عقده مع فنربخشة التركي. أكد بيراميدز على أنه عمر فايد في حساباتهم بقوة حال فسخ عقده مع ناديه فنربخشة التركي، وأن هناك نية لتقديم عرض قوي له لضمه قبل انتقاله إلى النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع فنربخشة.